بس لما تشتري قميص زي ده حلو، امسك الكولر واعملها كده. لو لقيت ان هي الخامه مفيش حاجه في النص ما بينهم، دي معناها ان هي وحشه. دي بعد غسله هتتبهدل وهتبوظ، هتبقى مش كويسه، هتطلع لفوق، اعمل بقى اللي تعمله. المهم ان هي دي كده مش كويسه. الكويسه بيبقى فيها من جوه يعني زي دي حلو، من جوه بتلاقي فيه خامه تانية. انا اكيد مش باينه قدام الكاميرا، بس انت هتحسها لما تعمل كده بايدك تفركها. لو لقيت حاجه جوه يبقى كده كويسه. القميص ده انا لما عملته كده حسيت ان في شيء ما جوه، ده بيديله المتانة بتاعته. ده احسن قميص عندي حرفيا، الياقة بتاعته بتقف. والقطعة اللي جوه مع الوقت هتعرف اذا كانت سميكة او اقل سميكة، يعني السمكة بتاعتها بتفرق في قد ايه هي قوية. طبعا الكواليتي والحاجات دي كلها، بس ايه مع الوقت انت هتكتشف ده. بس مبدئيا في حشو هنا حلو. دول هما التلاتة برضو كلهم فيهم الزرار ده. دي من العلامات بتاعة الأكسفورد، يعني أغلب الأكسفورد بيبقى فيهم. هو فعلا في الزرار ده، فأنت مش محتاج عشان توقف الياقة أو الياقة تحافظ على شكلها إن أنت تعمل حاجة أكتر من كده. والخامة بتاعته كويسة كده. بالمرة برضو بما إننا هنا، يعني الزرار أهو، أنا قلت أقول لكم برضو على المعلومة دي. الزرار أهو هتلاقي فيه من ورا الحتة دي الباك بين. الباك بين دي خياطة زيادة أو قماش زيادة بنحطه على الزرار. ليه؟ عشان الزرار يمسك كويس حلو. في نفس الوقت أي شد بيكون ما بين، يعني الزرار الخياطة اهي، الخياطة طالعة فين؟ طالعة على ده. فأنا لما بشد، أنا أول حاجة بشد عليها بشد على القطعة الزيادة دي. قطعة القماش الزيادة دي هي دي اللي بيبقى عليها ما يتكونش عندي فراغات حوالين القماش، يعني بتحافظ على عمر القميص أكتر. فبرضه دي حاجة أبص عليها. أنا دياب، ده باور 17 of 30. زي تشتري هدوم حلوة مش fast fashion. See you tomorrow.